لا يا مصري، انا بعتلك البير بس. وحياة امك. طب انت كده بقى اللي جيت في ملعبي. شكلك غشيم وغلبان وما تعرفش انا منين من مصر. وحياة امك لا طهقك في اليوم اللي انت اتولدت فيه. تصدق يا عم الحاج انا كنت لسه هكلمك في الموضوع ده. موضوع ايه يا مصري؟ مش انت بعتلي البير بس يا عم الحاج؟ ايوه يا مصري. لكن المية اللي جوه دي بتاعتك انت يا عم الحاج. ايوه بتاعتي انا، ولو بدك تشرب لازم تشتريها. خلاص ادفع لي 1000 جنيه يا مصري واشرب من المية زي ما انت عايز. بس انا مش عايز المية اللي في البير يا عم الحاج. امال عايز ايه يا مصري؟ انا عايز البير بتاعي يا عم الحاج. ادي البير قدامك يا مصري. انا مش عايز المية اللي في البير دي يا عم الحاج. امال هنودي المية فين يا مصري؟ لا معرفش انا يا عم الحاج، اتصرف انت. خلاص يا مصري اشرب من المية براحتك وانا هسيب المية في البير. لا يا عم الحاج انا مش عايز المية خالص في البير. طب وانا كيف اتصرف يا مصري؟ وانا هاخد المية اللي في البير دي كلها هوديها فين؟ انا ماليش دعوة يا عم الحاج، انا ليا ان البير بتاعي يبقى فاضي خالص. طب ما انا بقولك يا مصري اشرب من المية براحتك. لا يا عم الحاج انا مش عايز المية في البير، بس انا عندي حل. ايه هو الحل ده يا مصري؟ لو انت عايز تسيب المية بتاعتك في البير يا عم الحاج اديني 10,000 جنيه وانا خليك تسيب المية بتاعتك في البير بتاعي.